قاعده انا جاتني ذيك الاصابه ما خالك شي ما عندتوني قبل شنقو ربيتو شنقو ستياتي ولا خالك شي شنو ما عندوني بطوني انا بطل راسك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مرحبا بكم جميعا في فيديو جديد. له الأيام كيف ما تعرفوا مجدود أخبار ذا الفيديو اللي ظاهرة منه الصورة على الشاشة. الأغلبية منكم درتوا لا شافت ذا الفيديو. ذا اللي خلق ذيك السيدة وزوجها ما قد خلق أبدا، ما قد خلق ذيك شنو هي قضية الاغتصاب. نعرفوا كاملين أنها ظاهرة منتشرة للأسف الشديد هون. كل فترة ورا فترة تظهر أسرة منضرة من ذي القضية. قال ذر قال حقنا مرحلة إلين عاد المغتصبين يوثقوا إجرامهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله ما نعرف اللي نقول شنو. المهم عن ذيك السيدة اللي شفته في الفيديو عاد للتسجيل خلونا نسمعوه، ولكن قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسى الضغط على اللايك، ولا تنسى مشترك بالقناة اشترك وقم بتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد. نقص فاصل قصير ومن بعد الفاصل نواصل. ليتس جو. عزيزي المشاهد يا عزيزتي المشاهدة، جايب لكم مجموعة على الواتساب يوميا يعرض فيها أنواع التجارة الحديثة وبجودة عالية وبأسعار مناسبة، وهي مجموعة عزيزة شوب. شتحاني انضم لمجموعة عزيزة شوب على الواتساب، الرابط موجود في أول تعليق وفي وصف الفيديو. لا تشاهدني من اليوتيوب، لا تشاهدني من الفيسبوك، الرابط موجود فوق الفيديو. ملاحظة لكامل يعرض في المجموعة لا باركومان، أسبوع واحد يجيك والأسبوع قاعد على زيرة حامل خامسة بيجي حامد المولان وشاكرتو أنا في 4 ولا 5 حامد المولان وحرام ما قطع درتو ولاني واخوة خايمة بو ولا أم تعدل الحرام. سمعتوا تميت قاعدة أنا جاتني ذيك الإصابة ما خالك شي ما عندتوني قبل شنقو ربيتو شنقو ستياتي ولا خالك شي شنو ما عندوني بطوني انا بطل راسك ما خالك شي ما عندهم نشروا ولا عندهم مني فيديوهات. يا الرئيس يا الرئيس يا والقزواني قبل يحطوا من الناس يا الرئيس قبل يحطوا من الناس قبل يحطوا من الناس سير على ناس تسوي انت انا مراكبتكم قبل يحطوكم معايا يا الرجال تبينكم تسويكم ما تبغوا عدل ولا اختكم ولا خالتكم قبلوا حقي قبلوا حقي وانا تصرت على الناس وتصرت على وتكتب وتصرت على السماء والتراب قبلوا حقي تبوا قاعدين تجينا عصابة تبطلي وتبطل راجل وقرعوا من انا بالله وبطشوا فيا وعدروا مني فيديوهات وناس مسخوني وناس وعدروا مني فيديوهات لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف ما سمعتوا معنا في التسجيل والله لياتنا كاملين نتضامن معها إلين تجبر حقها به. اللي ذا اللي خلق قد يخلق لأي حل ثاني لا قدر الله. شد فهم نقطة الناس كاملة متكلمة عنها، لأن الراجل اللي معاها مو زوجها. بالنسبة لي أنا ذاك ما نعرف بشي ولاني متكلم عنه به اللي ما جبرت المعلومات الأكيدة. لذلك السبب تكلمت لا عن ذاك اللي شفت الظاهرة لي، وحسب كلامها هي قالت على انه زوجها الله اعلم. المهم على ان يالتنا كاملين نوقف معاها ونطالبوا بمعاقبة ذو المجرمين. والان وصلنا في نهاية الفيديو. لا تنسى الضغط على اللايك والاشتراك بالقناة اذا ما لك اشتراك، وقم بتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم. ان شاء الله نعود ما طولنا عليكم.